كبار قوي، بس انتوا مش عارفين. ده ربنا اللي قال عليكم، قال عنكم في قرآنه ان انتوا ناس طيبين. لا والله، ده انتوا ناس اذكياء. ادخل عند الذكي فهتخشوا المكان ده وانتم امنين، ولا عند الاغبياء؟ لو قلنا في قلب الانجيل هتلاقيها باينه، وبيقول لك مبارك شعبي مصر. الله، ده موجوده حاجه تانية كمان واضحه. الرسول عليه الصلاه والسلام قالها، قال لك ايه؟ قال لك بأن خير اجناد الارض هم المصريين. ربنا يديناش انطباع ان احنا اذكى شعوب الارض. بايه بقى؟ بالوضع اللي احنا فيه، ولا نبنيها، نعليها، ننميها، نخليها حاجة المثقف اللي فيها يفهم غيره؟ هتفضلوا تفكروا في اللي فات ولا هنبني بكرة؟ كل راجل، كل شاب، كل ست تفكر هتعمل جديد. والله حتى في اكلها في بيتها تفكر ازاي تطوره، تعامل الايه الشيء ده بفكر، مش بالتقليد. مش اللي تاخده عن امها تعمله، واللي انت تاخده عن ابوك اعمله. العمليه مش كده، العمليه ابداع. ابداع. الابداع بيجي لما الانسان مننا يفكر. حاولوا كلكم تفكروا، لما يتسأل سؤال خد له 5 محاور فكر فيه من 5 اتجاهات، واعمل السادس فكرك، وبعد كده اعمل لل6 معلومة واحدة. هتقول لي صعبة قوي. اقول لك يا راجل دوس على زرار الكمبيوتر كده هتلاقيه في ثانية اداك الإجابة. تكسر ان الثانية اداك الإجابة. ليه؟ هو مين اللي عامله؟ مش انت؟ طب ما تفكر شوية، نميها. ابدأ خلي دماغك تشتغل. ابدأ بص على اي حاجة في التلفزيون وحللها. ابدأ بص لها كويس، الكلمة دي كان ليها مغزى ولا لا؟ عايزين منها ايه؟ عايزين يكملوها. طب الكلمة لما اتقالت رد فعلها ايه؟ خد فعل وفعل اخر، وخلي ليك انت في الفعلين دول فكر ثالث. بقى عندك 3 افكار انت عملتهم، ابدأ نميها. فكر، شغل دماغك شوية، ما تخليهاش مركونة على لقمة وبس. وحياة زوجية، مش دي الحياة. الحياة تنمية فكرية علشان تعرف تبني. احنا اول ما ربنا خلقنا عملنا ايه؟ خلق لنا ايدين. بعد كده قدرنا نعمل بالايدين عدة آلات علشان ندق بيها مسمار. بعد كده عملنا وناش. بعد كده عملنا فحارات. بعد كده عملنا صواريخ. بعد كده عملنا حاجات تطلع القمر. ما هي ابتدت كده. عمرنا اوعى تقول لي ان الحياه ابتدت عندنا مكوك فضائي، يعني ابتدت من ولا حاجه. الانسان اللي عملها حاجه، مش ربنا اللي جاب لك كل شيء عشان تعمله. لا، فانت اللي تعرف تبني، وانت اللي تعرف تنتج، وانت اللي تعرف تنمي قدراتك. كل انسان مننا داخله قدره مكنونه مقفوله، محدش عارف يطلعها الا هو. يفكر ازاي تطلع، ازاي ينميها، ازاي يخلي حياته اللي جايه احسن. ما يقولش اصل معيش، انا كل اللي انا معيش حاجه يا عم. انت جاي تقول لي نمي على قد اللي تقدر عليه. جوه بيتك لو عندك كنبه وحصيره، لو وضبطهم بس وكنست كويس هتلاقيها المكان نظيف. لو انت عندك شقه اخر موديل ومكركبه هتلاقيها بالظبط، هتلاقيها وحشه، شيء مش ظاهر. ليه؟ العمليه المرتبه لو صغيره ونظيفه هتبان احسن من الغاليه قوي ومش نظيفه. لو ست عندها لبس رخيص وعارفه ازاي تكويه وازاي تظهر نفسها قدام جوزها احسن من اللي عندها الغالي ومكرمش. صح؟ انا مش هقول غير ان الصعيد مليانه مواهب، مليانه ذكاء.